فضيلة الشيخ فيما تنصحون من يقضي أكثر نهار رمضان بالنوم وقلة الذكر؟ نرجو توجيه هؤلاء إلى الفعل الصحيح وجزاك الله خيرا. نعم، أنا أوجه إخواني جميعا، وأول ما أبدأ به نفسي أن نستغل هذا الشهر المبارك، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، أن يستغله بالأعمال الصالحة من ذكر وقرآن وصلاة وصدقة وبر والدين وصلة أرحام وخلق حسن، لأنه شهر قد لا يعود على الإنسان مرة ثانية. وأما الذين يسهرون في الليل وينامون في النهار فهم من أخسر الناس، لأنهم أضاعوا الليل بما لا فائدة فيه، بل ربما فيه مضرة، وأضاعوا النهار أيضا بكثرة النوم، وربما ينامون حتى عن صلاة الظهر وصلاة العصر. فنصيحتي لإخوان المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يغتنموا فرص المواسم، فإنها والله أبلغ من مواسم البيع والشراء في وجوب الحرص عليها.